السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعال نشوف مع بعض كده. أول نقطة عندنا اللي هو المفهوم والمصدق. آه، مفهوم مم. اللفظ ومصداقات اللفظ. بكل بساطة، كلمة المفهوم جزاك الله خير. والمصداقات. المفهوم مم. مقصود بيه الصفات أو المعاني التي يفهمها الإنسان من اللفظ عند سماعه أو قراءته. يعني إيه؟ أي لفظ أقوله أي لفظ أقوله أكيد بيبقى ليه شوية صفات، فالصفات بتاعته هي مفهومه. تمام. يعني مثلا لما اقول لفظ كائن حي، لفظ كائن حي، ايه صفاته؟ تمام. يثير في الذهن صفات زي ايه مثلا؟ كائن حي يبقى كده من صفاته ايه؟ ها، الحياة. فيها و... تنفس والنمو والتنفس والتكاثر. الله يفتح مم. عليك. يبقى اذا كلمة كائن حي او لفظ كائن حي جاب في دماغك صفات. فلما اقول لك مثلا تمام. الحاجة دي كائن حي، فانت هتعرفي انها اكيد ايه؟ حاجة حية، حاجة بتنمو، بتتنفس، تتكاثر، تتغذى، وهكذا الى اخره. صح كده؟ تمام. يبقى دي صح. اسمها ايه؟ مم. صفاته او المفهوم بتاعه. طيب لو جبنا لفظ اخر زي لفظ مثلا انسان، قولي لي كده مثلا ايه مفهومه؟ ايه صفاته؟ برضو نمو وتنفس وتكاثر و... وتفكير تقريبا. يبقى صفات لفظ انسان تمام. صفاته اه يثير في الذهن صفات مثل كائن وحي وحساس حي. ومتحرك وعاقل وناطق. مت- يبقى ده يعني تمام. دي ده اللي هو اسمه المفهوم. خلاص اسمه المفهوم ده اللي هو اللي احنا قلناه ليه مصداقات. يعني ايه ليه مصداقات؟ أصيل. يعني بيتقال على مين؟ يبقى اذا ده المفهوم. فلما اقول لك كلمة كائن حي عرفنا مفهومها، صح؟ كائن حي مفهومها ايه؟ حياة، نمو، تنفس، تكاثر الى اخره. تمام. تمام. طيب لما اقول لك بقى مصداقات كائن حي، يعني يصدق على مين؟ يعني كلمة كائن حي دي تقال على مين؟ هو كده. تمام. فانت مثلا تمام. كلمة كائن حي دي تقال على مين مثلا؟ بتطلق على حاجة حية. هتقولي لي مسميات. اه، زي الإنسان والحيوان ماشي. والنبات. الله يفتح عليك. دي يبقى مصداقات الشيء هو دي ايه؟ ايه دي ايه معلش. المصداقات اسمها مصداق. يبقى اذا كلمة مصداقات يعني الحاجة دي بتقال على مين؟ يبقى مصداقات يعني ايه؟ هو ما يصدق وما ينطبق عليه مفهوم اللفظ في الواقع. يبقى انت قلت من شوية كلمة كائن حي مصداقاتها مين؟ انت الحيوان والإنسان والنبات. اهو اجابتك طلعت صحيحة اهي. صح كده؟ يبقى النبات والحيوان والانسان. ماشي. المفهوم اللي هي صفات الكائن الحي، يعني آه صفات اللفظ عامة. اي لفظ. يعني الحاجات اللي بيسمعها الإنسان. اه، دي صفات، يعني مفهوم اللفظ دي صفات، معناها صفات أي لفظ في العالم. زي مثلا كائن حي، هو كده بيبين إن هو بينمو وبيتنفس وبيتكاثر وبيتغذى. ولفظ الإنسان برضو بينمو وبيتنفس وبيتكاثر وناطق وعاقل. ده المفهوم. أما المصداقات. آم، يبقى اللفظ يقال على مين؟ بس كده اللفظ يقال على مين او ينطبق على مين كده يعني. يبقى لفظ كائن حي ينطبق على مين او يقال على مين او يصدق على مين؟ تمام. عن الإنسان والحيوان والنبات. طب لو قلنا لفظ انسان يقال يصدق على مين بقى؟
لفظ انسان؟ على الإنسان، البشر. اه، هتقولي لي بقى ايه؟ مسميات زي مثلا محمد وابراهيم ونهى وريماس و... ونيفين، الخ الخ الخ. ماشي. تمام. يبقى دي اسمها ماشي. مصداقات انسان. ايه مصداقات انسان؟ هتقولي لي اسامي بشر كده يعني. اه، هل اسم العلم له مفهوم؟ اسم العلم ده اللي احنا قلنا عليه مثلا زي مثلا اسم شخص. اسم شخص، اه. هل اسم الشخص ليه مفهوم؟ يعني مثلا لا. لما اقول عادل مثلا، هل لما انا قلت عادل، هل ليه مفهوم في الاسامي يعني، ولا هو مسمى وخلاص؟ ماشي، بس هل الشخص اللي اسمه عادل او الشخص اللي اسمه كريم، هل بالفعل لازم يطلع على نفس الاسم يعني؟ لا طبعا. يعني ممكن يبقى في شخص اسمه كريم مثلا وهو ابخل خلق الله، صح كده؟ ممكن تلاقي بنت اسمها جميلة مثلا وهي يعني ما فيهاش ريحة الجمال اصلا. ايوه تمام. تمام. فالاسامي مش شرط يعني، مش شرط يكون نفس البني ادمين صفاتهم كده. ايوه تمام. يبقى اذا فعلا. اسم العلم له ايه؟ اسم العلم له مصدق واحد. له مصدق واحد، مين هو؟ هو المسمى الذي يطلق عليه. يبقى اسم العلم ليه كم مصدق؟ واحد. ايوه. لذلك يرى معظم المناطق، خد بالك من كلمة معظم المناطق دي، لذلك يرى معظم المناطق أن اسم العلم ليس له مفهوم. اسم العلم ما فيهوش يعني معظم المناطق قالوا كده، معظمهم قالوا ان ملوش مفهوم. يبقى في بني ادم اسمه عادل او كريم او جميل او رؤوف، ليس من الضروري ان يكون هذا الشخص موصوف بتلك الصفات. فممكن يبقى شخص اسمه كريم هو عادي بخيل، ممكن يبقى شخص اسمه مثلا رؤوف، تمام، وهو عنده غلظة في التعامل. ممكن يكون شخص مثلا اسمه عادل ويكون مثلا بيظلم، وهكذا يعني. فمش شرط يبقى نفس الايه، الصفات. تمام. لانه ايه؟ أنه عندما يولد المولود ويطلق عليه اسم كريم أو جميلة، فإن هذا لا يعني بالضرورة توافر صفات الكرم أو الجمال في المولود. تمام. ولكن قلة من المناطق بقى يا نيفين، قلة. اتفقنا؟ يبقى في قلة من المناطق، قلة ليهم رأي آخر. احنا فوق قلنا في تمام. معظم، صح؟ معظم المناطق قالوا ان اسم اه. العالم ليس له مفهوم. لكن تمام. قلة قالوا ليه مفهوم. طب يا ترى مفهوم ايه ده؟ ما احنا قلنا مش شرط اللي اسمه كريم يبقى كريم، ومش شرط اللي اسمه عادل يبقى عادل، ومش شرط اللي اسمها جميلة تبقى جميلة. امال هم يعني شايفين تمام. إيه في الموضوع ده؟ قال لك اسم العلم عندما يذكر يثير في الذهن بعض الصفات والمعاني. زي ايه مثلا؟ قال لك مثلا لو انا قلت لفظ زي او اسم زي اسم محمد، قال لك افهم منه ان هو رجل اولا يعني بان. تمام. طبعا. لما اقول مثلا ده مثلا فاطمة، يبقى باين من اسم انها انثى مسلمة. لما اقول مثلا أكيد. مينا، يبقى باين من اسم انه رجل ومسيحي، وهكذا يعني. هو ده تمام. اللي هم يقصدون، اللي هم القلة من المناطق. ماشي. تمام. تمام. طيب، النقطة اللي بعد كده، العلاقة بين المفهوم والما صدق علاقة عكسية. ان العلاقة العكسية ايه؟ لما حاجة تزيد المقابل لها ايه؟ بيقل. يقل. تمام. زي مثلا كل ما البطالة تزيد بعد كده يبقى كل ما البطالة تزيد الزواج يقل. اه. كل ما الأعمال تزيد، تمام، وقت الفضا أو الفراغ بيقل. آه كل مثلا لما طبعا. الجريمة تزيد الأمان يقل، وهكذا. يبقى دي اسمها علاقة عكسية. طيب،
وايه تمام. العلاقة العكسية هنا بين المفهوم والما صدق يا ترى؟ ايه العلاقة اللي بينهم دي؟ تعال نشوف كده مع بعض واحدة واحدة. ده المفهوم ماشي. وده الما صدق. لو احنا مثلا قلنا مفهوم مثلا، هنحط كلمة واحدة تمام. زي كلمة مثلا كائن مثلا، اهي كلمة كائن، صح كده؟ كلمة واحدة. ايه المصداقات بتاعتها؟ تمام. مم. حيوان، نبات، إنسان. يبقى مصداقاتها، هتقولي لي نبات، حيوان، إنسان، جماد. يبقى كام تقال على إيه؟ نبات، حيوان، إنسان، جماد. تمام. ماشي؟ ما هو كائن ديت يعني أي حاجة في الدنيا اسمها كائن. طب لو تمام. زودنا جنب كلمة كائن ديت يعني فين، لو زودنا جنبها كلمة كمان، هقول مثلا كائن حي. هنا زادت صح؟ هيبقى نبات وحيوان وإنسان. هيبقى نبات، حيوان، إنسان. وحيوان وإنسان. آه يبقى هنا يا نيفين، المفهوم لما زاد، ايه اللي حصل للمصادق؟ زود كمان. هنا في المفهوم كائن حي يتحرك او حيوان يمشي. وإنسان. هنخليها يمشي بدل يتحرك عشان يبقى هي أكثر. ماشي. هنا هتقل صح؟ يبقى انسان. ونبات. وحيوان. يبقى قلت اهي صح كده؟ طيب تمام. هنزود تاني يلا. لو قلنا كائن حي حي لم يفكر يمشي. أو يفكر. الله يفتح عليك، يفكر او عاقل تبقى. إنسان. شفت بقى هرمين عكس بعض مقلوبين اهو صح؟ اه. يبقى علاقة ايه؟ عكسية. لا، ده سهل جدا. مم. ده بقى اللي هو ايه، الشرح بتاعه. يبقى قلنا المفهوم مثلا كلمة إنسان. إنسان مفهومها ايه؟ كائن. حي وإحساس وعاقل وناطق ويمشي ويأكل ويشرب وينام وكل ده. الله يفتح عليك. طب لو أضفنا على مفهوم إنسان كمان كلمة صفة يعني مثلا بدل ما هو كلمة إنسان بس، قلنا إنسان يسكن أفريقيا، هنا عددهم هيقل ولا لأ؟ يعني مثلا كلمة إنسان يا نيفين، كلمة إنسان تقال على كام بني آدم في العالم؟ على كل البني آدمين. يبقى حوالي 8 مليار مثلا. امم. ماشي، لكن لو قلنا إنسان يسكن أفريقيا، قلت ولا زادت؟ قلت طبعا. يبقى لما المفهوم زاد المصادق بتاعه قل، بقى افريقيا بس. صح. ولما زود كمان كلمة انسان يسكن افريقيا ويسكن مصر بالتحديد، قلت اكتر، وهكذا. زادت. تمام. يبقى كل ما زود في المفهوم يقل في المصداقات. تمام. ماشي. نقطة نعم. تانية مهمة قوي، بيقول لك لابد ان تكون الصفة المضافة او المحذوفة تكون صفة مؤثرة يا نبيل، يعني ما تكونش اي صفة. يعني يعني مثلا ما ايه؟ تجيبي لي، يعني مثلا صفة التكاثر دي مش مؤثرة. ليه مش مؤثرة؟ يعني هو كله صفة. بيتكاثر. يعني مثلا يعني لو قلت كائن حي حساس، ما ماشي، هتقولي لي انسان. طب لما اقول لك كائن حي حساس يتكاثر، هنا يتكاثر ديت هل غيرت في المعنى اكتر يعني؟ لا. ما هو كله بيتكاثر.
اه. النبات بيتكاثر والحيوان بيتكاثر والإنسان بيتكاثر، واخد بالك؟ كله. اه، تمام. فكلمة يتكاثر دي مش مؤثرة قوي يعني. اه. كلمة يتنفس مش مؤثرة، طب ما كله بيتنفس، النبات بيتنفس والحيوان بيتنفس والإنسان بيتنفس، فهي يعني صفة مش مؤثرة يعني. فلما تمام. نزود صفة أو أحذف صفة تكون مؤثرة. ماشي. طيب، ده درس سهل جدا أوي. دي بقى عايزة تركيز أعلى شوية. يلا بينا. التقابل ماشي. بين الحدود. هنا في التقابل ده في نوعين. تمام. عندي حاجة اسمها تقابل بالتناقض التناقض وتقابل بالتضاد. والتقابل بالتضاد. تمام. طب تمام، يبقى أنا عندي إيه؟ قلنا تضاد والتناقض. والتناقض. يا ترى إيه الفرق بينهما؟ ماشي. يعني بص كده، التناقض هنا هو في السبورة اللي على جنب دي، أيوه. يقول لك بين الكلمة ونفيها. يعني مثلا كلمة طويل، ايه التناقض قصير. ايه؟ قصير. انا قلنا بين أمال الكلمة إيه؟ وايه، الكلمة وايه ونفيها. يعني هنقول لا طويل. ايوه، يبقى طويل نقدها ايه؟ لا لا، طويل. لا طويل. تمام. طيب، عشان في كلام كتير مش هينفع نقول لا كذا. ما انا جاي لك في السك تلاقيش هينفع. ماشي. يعني لو قلنا مثلا متزوج نقدها ايه؟ ماشي. لا متزوج، معقولة دي. طب كلام زي ايه مثلا مش هينفع؟ قولي لي كده. يعني مثلا آه، أبيض أو أحمر أو أخضر. لا أخضر. اهو ابيض لا اب، مش راكبة. اخضر لا اخضر. حط كلمة، حط قبلها لا وخلاص بس كده خلص. ماشي. شفت البساطة؟ أي كلمة في العالم. حاضر لا حاضر، قوي لا قوي، اسود لا اسود. بص بقى، مم. لو جينا قلنا، شو أنا ماشي ايه معاك، ايه خطوة بخطوة، ستيب باي ستيب عشان نخش على التقيل دلوقتي. لو جينا قلنا ماشي. مثلا طويل، وقلنا لا ناقدها طويل. لا طويل. طيب، تمام. كلمة طويل دي أقصد بها اللي هو فوق المية يبقى إذا 175 سم ده طويل. حلو. إيه بقى اللا تمام. طويل؟ ده أنا فيه، بصي أنا بقول إيه لا طويل. لا طويل يعني إيه؟ يعني جميع الصفات ما عدا الطويل. ركزي قوي في الكلمة عشان الكلمة ديت مهمة قوي. هنا يعني فين لا تمام. طويل دي محددتش. الكلمة مش محددة، يعني بصي كلمة طويل دي محددة صح؟ طويل تمام. معروف اه. فوق 175 سم، لكن كلمة لا طويل مش محددة. يعني معناها إن جميع الصفات ما عدا الطويل. يعني تشمل تمام. مين؟ يعني تشمل المتوسط وتشمل القصير والقزم وتشمل وكل دول. وتشمل القزم. يعني عايز اقول لك ان الكلمه دي، كلمه لا طويل دي، يبقى الطويل معروف خلاص طويل. اما لا تمام. طويل تشمل ايه؟ كذا حاجه. كل صفات ما عدا الطويل، يعني كل الصفات اللي هي ملهاش علاقة، يعني كل الصفات اللي بتدل ان هي مش طويل الله لحد ال يفتح عليك، 175. الله يفتح عليك. طب لو قلنا هنا مثال، مثلا نجيبه اللون الازرق الحلو ده، نقوله مثلا ايه؟ نجيب مثلا طويله. لا والله انا قصيرة. ما انا جاي لك في السكه اهو، او لا طويله. انا لا طويلة. طيب، بص هنا بيقول لك ايه بقى، ايوه. شايف الكلام اللي على جنب ده هنا ده، تمام. يقول لك التقابل بالتناقض ماله يا عم الحاج؟ يقول لك يكون بين اللفظ المثبت ونفس اللفظ، اوكي يعني بعد نفيه اللي احنا قلناه. يعني اللفظ ماشي. المثبت اللي هو كلمة طويل مثلا، ونفس اللفظ بس بعد نفيه اللي هو يعني لا طويل يعني ايوه طويل. ايوه لا طويلة. أمثلة هي أبيض لا أبيض. ماشي. تمام.
طيب والابيض ده بنسميه حد مثبت، اما اللا ابيض ده بنسميه والتاني حد حد ايه؟ نفسه. الله يفتح عليك. طب ايه بقى القانون بتاعهم ده اللي يهمني دلوقتي القانون ده؟ الحدان المتناقضان لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا. تمام. يعني ايه لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا؟ يعني لا يصدقان معا، اي بكتبها فوقيها ايه بالصغير، لا يصدق، تمام. لا يصدقان معا ولا يكذبان معا. انا مش عارف هي باينه عندك بقى ولا ايه في التليفون؟ ايوه ايوه باينين. اوكي. يبقى لا يجتمعان يعني لا يصدقان، لا يرتفعان يعني تمام. لا يكذبان. طب يعني ايه الكلام ده؟ يعني لو انا قلت اه. نيفين طويله، هنا قال لك لا، يعني لا يصدقان معنى يعني ايه؟ ينفع اقول نيفين طويله تقول لي صدق، واقول لك نيفين لا طويله تقول لي صدق برضو؟ لا طبعا. ما ينفعش. يبقى ازاي تقول لي صفتين متناقضين في نفس الوقت؟ يعني ما تجيش خالص. طبعا. تمام. طيب ينفع اقول لك نيفين طويله تقولي لي كذب، واقول لك نيفين لا طويله تقولي لي كذب برضو؟ ينفع؟ لا يعني كده هي مش باين هي مين اصلا. اه. طب لو حد جه قال لنا اه يا مستر تنفع يا مستر ما ممكن تكون متوسطه، هترد عليه تقولي له ايه؟ لا مش عيب. لان المتوسطه من ضمن الايه؟ الا طويلة. اه. يعني انت لو انا قلت لك نيفين طويله قلت لي كذب، طب نيفين لا طويله قلت لي كذب برضو. يعني نيفين، انت يبقى انت كده كذبت ايه؟ كذبت انها طويله، وكذبت انها متوسطه، وكذبت انها قصيره، وكذبت انها قزم، وكذبت كل حاجه. اه يعني هي مش موجودة اصلا. بالظبط كده، ما ينفعش. يبقى مم. لابد يكون ايه؟ حد منهم صدق وحد منهم كذب. كذب. يعني لو طويله صدق يبقى لا طويله ايه؟ كذب. كذب. والعكس، لو طويله هي اللي كذب يبقى لا طويله صدق. يعني واحده صدق وواحده كذب. تمام. ماشي. يبقى ماشي. الحدان المتناقضان لا يصدقان معا ولا يكذبان معا. مم. تمام. خلاص. مكتوب عندك ماشي. ايه؟ لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا، بمعنى تمام. انه لا يخلو الشيء الواحد منهما. يعني ما ينفعش ان الاثنين يبقوا كذب، لانهما يمثلان جميع الحالات فلا وسط بينهما. ما فيش وسط. احنا قلنا لا تمام. لا طويله شامله كل حاجه. جبت الوسط، هجيب وسط منين انا بعد كده بقى؟ خلاص ما فيش. ماشي. فلا يمكن ان نصف السياره بانها بيضاء ولا بيضاء في وقت واحد. يعني ايه اروح اقول طبعا. لك انا جبت عربيه بيضاء ومش بيضاء؟ يعني ازاي اعمل حاجه؟ اصل صاص. ما تقول له صاص يا عم. يعني ما هو انت اولا هنا ايه؟ لما قلت بيضه معروفه البيضه خلاص لونها ابيض. طب كلمه امم. لا بيضاء ديت بتشمل ايه؟ كلمه لا ولا بيضاء، اي حاجة. كلمه او لا تشمل انها بيضاء ممكن تكون لون تاني. اه تشمل جميع الالوان ما عدا الابيض. طبعا. يبقى انت قلت لي العربيه بيضه ولا بيضه، يعني العربيه بيضه وحمراء وخضراء وصفراء وبنفسجي ايه يا عم الحاج في ايه؟ مش كده خالص. طب دي لو قوس جيت قلت قزح لي بقى مش غبية. اه طب لو نفيت الاثنين، يعني كذبت البيضه وكذبت اللا بيضه، امال هي لونها ايه يا عم الحاج؟ لونها ايه؟ يعني انت امم. قلت لي بيضه كذب، طب لا بيضه كذب، يبقى العربيه ملهاش لون. صح كده؟ ماشي. ما صح. ينفعش. يبقى اذا هنا التقابل بالتناقض خلاص، لا يصدقان معا ولا يكذبان معا. اتفقنا؟ تمام. طب ده سهلة جدا. اخد كمان مثال عشان اطمئن. لو والله قلت سهلة مثلا، جدا. انت اللي مخك نظيف الله ينور عليك ما شاء الله. جزاك الله خير. واياك يا نبيل. لو قلنا مثلا مين؟ اي اسم، هات اي اسم بنت. بنت. اه. فاطمة. ماشي. لو قلنا فاطمة متزوجة او لا متزوجة. طب لو حد جه دلوقتي قال ان متزوجة صدق طلعت صدق، ولا متزوجة طلعت صدق برضو؟ الله. ايه ده؟ طب تيجي ازاي يا عم الحاج الكلام ده؟ يعني ايه متزوجة صدق
ولا متزوجة صدق، يعني ازاي يعني؟ لازم تكذب واحدة وتصدق واحدة. بالظبط. طب لو جه قال لك متزوجة كذب ولا متزوجة كذب برضه، ينفع الكلام ده؟ لا طبعا. طب هنا هل في حالة وسط؟ لا برضه. مفيش وسط. ليه؟ لأن لا متزوجة دي بتشمل إيه؟ كله. كل الحالات ما عدا المتزوجة. يعني تشمل اه. الآنسة وتشمل الأرملة وتشمل المطلقة وتشمل كل حاجة. تمام، ما صح. عدا المتزوجة. يبقى المتزوجة يعني على ذمة رجل، أما اللا متزوجة دي بتشمل جميع الصفات الأخرى ما عدا المتزوجة. يبقى لازم تمام. تصدق حاجة وتكذب حاجة. ما ينفعش يبقوا الاتنين صدق، وما ينفعش يبقوا الاتنين كذب. كده. ماشي، اتفقنا. ده سهل أوي، اتفقنا طبعا. نخش على بعدها. اهي اللي بعدها، نجيب السبورة ماشي. الناحية التانية. ماشي. اسمه التقابل بالايه؟ بالتضاد. تقابل بالتضاد. ماشي. تضاد بقى مش الكلمة ونفيها، التضاد بقى امال ايه؟ الكلمة وعكسها. اه زي مثلا مبسوط حزين. مثلا طويل قصير. أبيض. أسود. تمام أوي. يبقى إذا هنا لما أقول لك طويل عكسها قصير. قصير، هنا يا نبيل ينفع بقى يكون فيه وسط ولا ما ينفعش؟ صفة وسط بينهم ولا ما ينفعش؟ طويل. يعني لا ينفع، ممكن هو في متوسط الطول. يبقى هنا في وسط، صح اه. كده؟ يعني طويل مثلا نقوله 100 فوق ال 175 سم مثلا، قصير مثلا تحت ال 150 سم مثلا، يبقى ما بينهما اسمه وسط. وسط. تمام. تمام. طيب طالما في وسط هنا يبقى اكيد القانون بتاعها غير التناقض. يعني بص كده اه طبعا. على القانون هنا بيقول لك ايه؟ الحدان الحدان المتضادين لا لا يجتمعان يجتمعان معا. معا وقد آه يرتفعان معا. ايوه، الاختلاف في ايه بقى؟ بيرتفعوا مع بعض. قال لك قد، وقد لما يجي بعدها فعل مضارع تفيد الايه؟ قد إذا جاء بعدها فعل ماضي تفيد التوكيد، لو جه بعدها فعل ماضي. يعني مثلا لما أقول ماشي. لك قد أمطرت السماء، يبقى هنا إيه؟ بأكد إن السماء أمطرت. بالظبط. وزي ما ربنا ما قال لنا إيه؟ قد إيه؟ وقد ايه. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه اه. وتعالى عما يشركون. فربنا قال لك إيه؟ قد أتى أمر الله. قد أتى فعل ماضي صح؟ اه طبعا. يبقى توكيد. تمام. ماشي. لكن لما أقول لك ماشي. قد أتي اليوم، قد أتي يعني ما قلتش قد أتيت. ممكن. قد أتي ممكن أجي يعني. لما أقول لك اه. قد قد تمطر السماء اليوم، لكن لما يبقى في المضارع بقى أقول لك قد تمطر السماء اليوم، ماشي. يعني ممكن تمطر اليوم. فلما أقول لك قد ماشي. تمطر اليوم يعني هنا لسه في المضارع أو في المستقبل، قد يحدث كذا، قد يعني ممكن. يبقى قد هنا بتفيد ماشي. الشك، إذا جاء بعدها فعل مضارع تفيد الإيه؟ الشك. الشك. ماشي. ماشي. يبقى اذا هنا يعني ممكن وممكن، يعني هو شك يعني ايه؟ احتمال، يعني تفيد الاحتمال، يعني ممكن وممكن. تمام. ماشي. طب تمام. هنا نرجع تاني واحده واحده كده عشان ما تتلخبطيش. ماشي. فلو قلنا هنا ماشي. الحدان المتضادين لا يجتمعان معا، مم. يبقى لا يجتمعان معا يعني لا يصدقان معا. وكلمة قد يرتفعان معا يعني معناها قد يكذبان مع. معا، وهنا قد يعني تفيد الشك والاحتمال. تمام. ماشي. فهنا لو جيت قلت نيفين طويلة والله أنا قصيرة. أو قصيرة. قصيرة. اه صب. طيب لو هنا لو قلنا نيفين طويلة
واحد قال لي صدق، وقال لي نيفين قصيرة، صدق برضه ينفع. فانا بقول ماشي. لك نيفين طويلة يعني نيفين فوق ال 175 سم، قلت لي صدق. لا. ولما قلت لك نيفين ما قصيرة يعني تحت ال 150 سم، قلت لي صدق. ما ينفعش. ايه ده؟ ما لا ينفعش طبعا. تلتقي الاثنين. مم. طب لو جينا قلنا نيفين طويلة يعني 175 سم، قلت لي لا كذب. طب نيفين قصيرة يعني 150 سم، قلت لي برضه كذب. هنا ينفع ولا ما ينفعش؟ ينفع. هنا ينفع كذب الاثنين. يعني انت قلت لي نيفين ايوه. طويلة، قلت لك لا كذب، نيفين مش 175 سم. قلت لي طب نيفين قصيرة، قلت لك برضه كذب، نيفين مش 150 سم. يبقى هنا ينفع كذب الاثنين، لان في ايه؟ في ما بينهم وسط. ايه؟ وسط. يبقى انا كذبتهم ليه؟ عشان في ما بينهم وسط. وسط. عشان كده قال لك ايه؟ قد يكذبان معا. شفت بقى دي؟ قد يكذبان معا. أيوة. يعني ممكن يبقى في صفة ثالثة، صفة ثالثة، حالة وسط يعني. تمام. ماشي. understand. يس 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 يس. يقول مسيو لالاند: امم جملة الصفات التي يثيرها استخدام اللفظ مضافا إليها المعاني التي تلزم عن هذه الصفات طيب هنا قال لك جملة الصفات. ماشي. فطالما قال لك الصفات يبقى يعني إيه؟ الصفات يبقى مفهوم اللفظ. بس كده. ايه ده؟ بس دي الإجابة؟ ايه ده؟ ماشي. ماشي. يلا. يرى مناطقة بورت رويال أنها مجموع الأفراد الداخلين تحت لفظ كلي. هل ما صدق؟ تمام، لان هنا طبعا قال لك افراد، يبقى ما صدق على طول. يعني بيصدق على مين؟ زي ما قلنا مثلا أيوه. فلان صدق على مين؟ فلان وفلان وفلان وفلان. دي اسمها افراد كده يعني. ماشي. يقول مسيو لالاند أنها جملة الصفات التي يثيرها استخدام لفظ ما، وكل ما يرتبط باللفظ في الذهن داخل في معناها. مم. يعني هو بيقول إن اللفظ مرتبط يعني هو اللفظ ومعناه. اه. واحنا اصلا ما خدناش تقريبا حاجه اسمها الحد. لا، خدنا حاجه اسمها الحد. طب ده المفهوم. اه، يبقى طالما صفات يبقى مفهوم على طول. ماشي. جون ستيوارت ميل ده. افراد الطائفه مثل لفظ الطير فانها دل على النسور والعصافير والغربان وما اليها. طيب ده المصدق. ماشي، يبقى اللفظ يقال على مين او يدل على مين كذا، يبقى دي افراده. تمام. الله ينور. مم. ده قلناه ده صح. اه. ده قلناه برضه متهيألي. ايوه. طب حلي لي كده المقال ده كده. امران احدهما سلب للاخر لا يجتمعان ولا يرتفعان. ده التناقض. الله يفتح عليك. صح. امران اكيد هيبقى عكسه يعني التضاد. ماشي. مم. وما تنسيش المثال بقى، زي ما آه. مكتوب كده. آه. أذكى طالب، أجمل طفلة، ديمقراطية، عادل. إيه كل ده؟ هات نقيض ومضاد ومضاد الحدود السابقة. اه، يعني كل واحدة من أذكى ديت لازم طالب. ناخدها ومضادها. ماشي. أذكى طالب لا أذكى طالب. امم تمام. أغبى طالب. تمام. طيب. أجمل طفلة لا أجمل طفلة، أقبح طفلة. ماشي. ديمقراطية لا ديمقراطية، والديمقراطية مضادها أنا ما بعرفش أنطقها أوي. ديكتاتورية.
بالظبط كده. ماشي. عادل لا عادل وما اعرفش. ظالم. ظالم، ايوه كده. ماشي. ادي اجابتك اهي. ماشي. يبقى اذكى طالب ماشي. ناخدها لا اذكى طالب، وضدها اغبى طالب زي انت ما قلتي، ناخدها لا اجمل طفله اقبح طفله. حلوة الأسئلة دي، يا ريت تيجي منها في الامتحان كتير. ماشي.